واني قتلتهم بايدي. ايوه قتلت واستغفلت بوليس اللبان، والشنق ما يهمنيش، أنا وليا جدع. ودي آخر جملة قالتها سكينة علي همام قبل تنفيذ حكم الإعدام فيها هي وأختها ريا، وده كان في 21 ديسمبر سنة 1921. ليلة القبض على ريا وسكينة وقصة البطل اليوزباشي إبراهيم حمدي. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. في بداية القرن العشرين كان في أختين اسمهم ريا وسكينة علي همام، كانوا من الصعيد الجواني تحديدا في مدينة أسوان. اتوفى والدهم وعانوا من الحياة الصعبة والفقر، واتنقلوا مع والدتهم من بني سويف لكفر الزيات، وبعد كده استقروا في اسكندريه. اتجوزت ريا من حسب الله اللي هو كان اخو جوزها اللي توفى، وسكينه كانت ماشيه مشي بطال لا مؤاخذه في الدعاره، وبعد مشوار طويل في المسخره اتجوزت اخيرا من عبد العال. ولان الجريمه كانت بتجري في دمهم استسهلوا الحرام وكونوا عصابه عائليه ونفذوا جرائم من ابشع الجرائم في تاريخ مصر والشرق الاوسط كمان. اللي اكتشف الجريمه وقبض عليهم هو اليوزباشي ابراهيم حمدي، نائب مأمور قسم بوليس اللبان. ولكن بدايه معرفه اليوزباشي ابراهيم حمدي بالعصابه ما كانتش وقت ما ابتدوا خطف الستات وقتلهم، لا، كان يعرفهم من قبل كده بفتره كبيره. ولا اقول لكم تعالوا نبتدي الحكايه من الاول خالص. في نوفمبر سنه 1918 كان وقتها في ملازم اسمه ابراهيم حمدي في اسم شرطه البحيره، جات له بلاغات كتير عن رجاله اغنياء بتختفي وقت موسم جمع المحصول. بعد ما فضل ابراهيم حمدي ينكش على اي دليل يوصله لحل اللغز ده، وصل فعلا ان في عصابه هي سبب في الجرائم دي، بس يوقعهم ازاي؟ جات له فكره انه يتنكر في شخصيه مسجل خطر، وعمل كشك على أطراف قرية من القرى، واتفق مع مخبرين سريين إنهم يلبسوا لبس شكله غالي ويبانوا إنهم من علية القوم، ووصاهم كمان إنهم يستعملوا محفظة معينة اللي هي معروف وقتها إنها بتاعة الناس الأغنياء، لزوم الحبكة يعني. ولمدة أيام يقوم الضابط بسرقة المحفظة من المخبر السري اللي هو طبعا عامل واحد غني ويجري، والمخبرين السريين يقعدوا يزعقوا إنهم اتسرقوا، لغاية ما انتشر إن في بلطجي في المكان بيسرق الناس الأغنياء. ومن هنا كانت بداية معرفة العصابة بالملازم إبراهيم حمدي، وطلبوا منه إنه يشتغل معاهم كمان. الجميل بقى إن العصابة دي كان شغال فيها ريا وجوزها حسب الله، ولما جت اللحظة المناسبة للقبض عليهم حسب الله جري وهرب على مكان جديد محدش يعرفه فيه، والمكان ده يبقى هو اسكندرية. ومن بعده ريا لحقته على هناك لغاية سنة 1920. ريا وسكينة وأزواجهم حسب الله وعبد العال واتنين بلطجية اللي هو عرابي حسان وعبد الرازق يوسف كونوا عصابة عائلية وابتدوا جرايبهم في اسكندرية، وهي ايه؟ قتل الستات وسرقتهم بخطة محكمة جدا. كانوا بيسحبوا الستات اللي معاهم فلوس وذهب ويضربوا معاهم صحوبية وهمية ويلفوهم كده بشوية كلام معسول لغاية ما يوصلوا لبيتهم اللي كانوا فاتحينه في الدعارة وقتها، ويعملوا قعدة أنس حلوة كده ويشربوا خمرة لغاية ما الضحية تدوخ خالص، وهوب يكتبوا نفسها بمناديل مبلولة لغاية طبعا ما السر الإلهي يطلع. ياخدوا الفلوس والذهب اللي معاها وبعد كده يحفروا تحت بيتهم ويدفنوها. مفيش أكتر من كده جبروت. الصراحة العصابة كمان كانت ماشية بسيستم منظم جدا وموزعين الأدوار بينهم مظبوط. كان واحد يكتف رجل الضحية، وواحد يكتف إيديها، وواحد يثبت راسها، وواحد يقوم بعملية الخنق، وبعد كده يقسموا الذهب والفلوس عليهم. ولأن وقتها كان حال البلد مش مستقر بسبب الاحتلال الانجليزي والحرب العالميه الثانيه والاضطرابات اللي بتحصل في البلد، ما كانش حد مهتم قوي باي جرائم بتحصل في الوقت ده. ولكن انتشر خبر ان في ستات كتير اختفت بشكل مريب واهلهم قاعدين بيدوروا عليهم، واتقدمت بلاغات كتير بخصوص الموضوع ده. واول بلاغ كان في يناير سنة 1920 من واحدة اسمها الست زينب، وكانت بتبلغ عن غياب بنتها اللي اسمها نظلة، وكان عندها وقتها 25 سنة. وابتدى يتقدم بلاغ ورا بلاغ عن ستات مفقودة ومش عارفين يلاقوها، وتعرف الموضوع ده وبقى في حالة من الرعب والهلع بين الناس. في نفس الوقت ده اترقى ابراهيم حمدي لدرجة يوزباشي واتنقل لقسم اللبان، وكلفوه ان يحل لغز الستات اللي بتختفي دي. وفعلا فضل اليوزباشي ابراهيم حمدي يدور ورا الضحايا ويعرف تفاصيل حياتهم علشان يلاقي اي دليل يوصله لحل اللغز ده. لكن الغريب بقى ان كان دايما يلاقي اسم سكينة همام حوالين الضحايا، دايما بتكون موجودة معاهم قبل ما يختفوا.
يختفوا، ولكن ما فيش اي دليل مادي ان ليها اي علاقه بالجريمه دي. كان اليوزباشي ابراهيم حمدي شاكك فيها جدا ويجيبها ويحقق معاها، انما سكينه كانت ست حويطه وصعب تتكشف، تقعد تلف وتدور ولا باين عليها اي خوف ولا توتر حتى، فيضطر يسيبها لعدم كفايه الادله. في 11 ديسمبر سنه 1920 حصلت مفاجاه، جه لاسم اللبان بلاغ ان عسكري الدوريه لقى جثه لست ليها شعر طويل وجمجمتها باينه، وجنب الجثه شال وفردة شراب لونهم اسود، ولكن للاسف محدش اتعرف عليها. بعد شويه جالهم بلاغ بجثه تانية في بيت جنب مكان الجثه الاولى، وده لما حاولوا يحفروا علشان يدخلوا الميه للبيت قعدوا يدوروا مين كان ساكن في البيت ده قبل كده، لقوه بيت ايجار من الباطن وكذا حد اجره ومنهم سكينه. الله، سكينة تاني جت سيرتها، بس للأسف لسه مفيش برضو أي دليل مادي. اليوزباشي إبراهيم حمدي كل ما يمسك خيط يقعدوا يلفوا ويدوروا عليه وما يوصلش لحاجة أبدا، ولكن كل العلامات كانت بتقول إن سكينة وكمان اختها ريا ورا الجرايم دي، بس برضه من غير اي دليل. علشان كده اليوزباشي ابراهيم حمدي قرر انه يحط مخبرين في المنطقه علشان يوصل لاي معلومه، وفعلا في يوم واحد من المخبرين دول بلغ ان في ريحه بخور جامده جدا في بيت واحده اسمها ريا، ولما سالها كان ردها عذر اقبح من ذنب، قالت له انا بنحاول نغيروا ريحه المكان، اصل المكان ريحته مش ولا بد بسبب المخمورين اللي بتجيبهم اختي سكينه. ولما المخبر بلغ اليوزباشي ابراهيم حمدي الموضوع ما دخلش دماغه ابدا، وقرر بقى انه يجيب الدليل بنفسه، فعمل خطه جهنميه، اتنكر في شكل بنت غنيه لابسه كميه دهب تغري اي مجرم، ومشي في السوق وعينيه بتدور على الاختين ريا وسكينه، ولما لقاهم ابتدى يظهر نفسه ليهم، وفعلا بلعوا الطعم، وراحت ريا وسكينه يضربوا صحوبيه مع اليوزباشي ابراهيم حمدي اللي كان متنكر طبعا في شكل بنت، ويدلعوا فيها وحسسوها انها ملكه متوجه على عرش الدنيا، وبعدين عرضوا عليها انها تزورهم في بيتهم علشان عندهم قماش مش موجود في اي مكان تاني، وباسعار كمان ارخص بكتير من السوق. اليوزباشي ابراهيم حسسهم انه مصدقهم على الاخر، وطلب منهم بس ان يتاجل الموضوع لبكره علشان النهارده مش مناسب ليه، ولكن الحقيقه ان طبعا طلبوا ده علشان يستعد كويس ويجهز خطه ما تخرش الميه ويقدر يوقعهم صح. تاني يوم بقى راح لهم فعلا حسب الميعاد، ولسه هيبتدوا يكتموا نفسه بالمنديل المبلول، هوب خرج مسدسه اللي كان مخبيه، ودي كانت الاشاره علشان باقي القوه تدخل على بيت ريا. وفي وقتها امر اليوزباشي ابراهيم حمدي ان يخلعوا بلاط البيت كله، واكتشفوا الكارثه، كميه جثث مدفونه تحتيها، وطلعوا جثه ورا جثه، وهنا ما كانش ينفع ريا ولا سكينه ينكروا الجرائم اللي عملوها دي ابدا، غير طبعا شاهده الاثبات الاساسيه وهي بديعه بنت ريا اللي اعترفت عليهم. وبعد تحقيقات واستجوابات كتير واكتشافهم لكذا بيت كمان مدفون فيه جثث الستات، تم اصدار حكم الاعدام للعصابه ريا وسكينه وازواجهم واثنين من البلطجيه، وده كان بالاعدام شنقا في 21 مايو سنه 1921. انتشر صيت الضابط البطل يوزباشي ابراهيم حمدي، واتكرم من الملك فؤاد ملك مصر، واتعمل ليه حفله تشريف مخصوص، وتم منحه قلاده النيل ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه واوضه نوم كامله هديه. مش كده وبس، امر الملك فؤاد برسم صوره بورتريه لليوزباشي ابراهيم حمدي، وعلى فكره لسه موجوده في بيته لغايه دلوقتي، ده طبعا بناء على كلام ابن اليوزباشي ابراهيم حمدي. جريمه ريا وسكينه من اخطر الجرائم اللي حصلت على مر التاريخ في مصر والشرق الاوسط كله، وياما اتعملت اعمال فنيه بحكايتهم. حتى الفنان انور وجدي لما قابل ابن اليوزباشي ابراهيم حمدي في مكتبه علشان يعني كان في شغل ما بينهم، لاحظ صوره اليوزباشي على الحيطه، فساله ايه الحكايه دي، فقال له دي صوره والدي اللي قبض على ريا وسكينه، وقال له حكايته بالتفصيل. طبعا انور وجدي انبهر بقصته واستاذنه يقوم بدوره في فيلم سنه 1953 اللي هو اشهر واقدم فيلم لريا وسكينه، وكان بنفس اسمهم. اتوفى البطل اليوزباشي ابراهيم حمدي سنه 1945، واتكرم للمره الثانيه بجنازه عسكريه مهيبه، وتم اطلاق 21 طلقه في الهواء وهو بيدفن في مقابر العائله. الله يرحم ابطال مصر في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا ابو السعدات وبرنامج عين.